شوف، غنكونوا واقعيين. فريق الرجاء الرياضي عنده احسن جمهور كاين في العالم. بلا ما تقول لي باقي شي جمهور احسن من هذا الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي. والجمهور كما كيعشقوا الجماهير انهم يعيطوا ليه بالجراد. وتصور معايا، تصور معايا وحط معايا عقلك. فرقه تقسات من دوري الابطال، ياك، وخاسره الماتشات اللي ديالها في البطوله، ما بقاش كتنافس على البطوله. الاداء ديال اللاعبين كارثي، تسيير كارثي، ما كتنافس على والو. الجمهور كاعي منها، معصب منها، وفي الاخر كيمشي للتدريب ديال الفرقه وكيشجع الفرقه. واش كاين شي جمهور بحال هكا؟ عارف انا الجمهور كيمشي يشجع الفرقه ديالو في التدريب، داير شي لقب، داير شي عصبه، ولا دار شي انجاز. ولكن باش يوصل ان العقليه ديال الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي انه يمشي للتدريب ديال الفرقه ديالو ويشجع الفرقه ديالو في التدريب، وهو خاسر المقابله اللي فات وخاسر في دوري الابطال، وماتشات اللي دار مؤخرا كلهم خاسرهم، وكيقدم اداء كارثي، ولاعبين كيعايرهم بانهم لاعبين كراس يستحقوش الفرقه اللي كيلعبوا فيها. ومع ذلك عندهم مسابقه ديال كاس العرش وعندهم مقابله حاسمه باش يتاهلوا للدور الموالي. وكيمشي دوك الجماهير اللي البارح كانوا كيسبوهم وكيقولوا عيانين، مشاو كيشجعوا وكيحمسوا اللاعبين باش يقدموا اداء افضل في المقابله الجايه في كاس العرش. لان هاد الجماهير هادي راه ما كتشجعش اللاعب كشخص، وما كتشجعش الرئيس كشخص، كتشجع الدرابو اللي كاين فوق داك التوني، كتشجع الاسم ديال الرجاء الرياضي، كتشجع الفرقه. ما كتشجعش، هي عارفه ان اللاعب غيمشي غيسالي العقد ديالو وغيمشي، عارف المدرب غيسالي العقد ديالو وغيمشي، عارفه الرئيس غيجي جمع عام وغيمشي. ولكن هي عارفه هذا الشيء هذا، وما مهتماش لشكون اللي كاين في داك التيران وشكون اللي شاد الدراجه، بكثر انها ما مهتمه بديك الفرقه وبالسميه ديال الفرقه وبداك الشعار، لانها هي الانتماء ديالو وهو الحب ديالو، حب للشعار، حب للفرقه، ماشي حب للاشخاص والمسيرين وحب اللاعبين اللي حاملين داك التوني. نتمنى ان شاء الله المستقبل يكون افضل، ويجيو مسؤولين قد المسؤوليه وقد الاسم ديال فريق الرجاء الرياضي، ويجيبوا لاعبين قد المسؤوليه وقد الاسم ديال فريق الرجاء الرياضي، ويفرحوا هذه الجماهير هذه. لان هذه الجماهير صراحه كتستاهل فريق يكون عالمي، مع مسيرين عالميين، مع لاعبين اكثر قيمه من هذو اللي كيجيبوا اللي هم المسيرين ديال فريق الرجاء الرياضي. نتمنى ان شاء الله الانتصار في المقابله الجايه امام شباب المحمديه في كاس العرش، وان شاء الله لما لا ناخذ كاس العرش وما خرجوش خالي الوفاض هذه السنه هذه بدون اي لقب. لان الرجاء الا خرجت باي لقب كارثه في حق فريق عريق كفريق الرجاء الرياضي.